السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جاية لكم فيديو جديد وروتين جديد. بصوا بقى. فاكرين الفيديوهات اللي فاتت اللي كنت عاملين روتين في الأوضة ده، وقلت لكم أنا عايزة حاجة على الحيطة دي، يعني مش عايزاها سادة كده، عايزة على الحيطة يعني دي حاجة تنطقها كده. مثلا برواز، أي حاجة تنطقها. فبالفعل بقى عملت، بصوا يعني البراويز الحلوة دي تسلم ايدي اللي عاملهم لي بصراحة. كل ما احتاج منه حاجة ما بيتأخرش وبيعملها، يعني بيعملهم. فربنا يبارك له يا رب، تسلم ايده. بصوا بقى الجمال، يعني بصوا شايفين الأوضة نطقت، وبصراحة احسن من برواز مثلا كنت هنزل اشتريه او انقيه. لا، حاجة مختلفة كده وحاجة غير. وعاملهم لي بصراحة، يعني قال لي يعني بعتي الوان الأوضة، الوان الستاير كده، عشان نعمل حاجة ماشية مع بعضها. بصراحة تسلم ايده، ما كانش عمري هجيب حاجة احلى من كده، ولا مثلا دي حاجة غريبة، يعني حلوة قوي. فتسلم ايده طبعا على الحاجات الحلوة اللي بيعملها لنا. جيت بقى هنا، فكرت ايه المخدات بتاعت الركنة دي شوية مغبية كده، فقلت ايه هفكها واعملها. بس دول وقفت قدامهم شوية وقلت لا، ما حدش اصلا بيقعد على دي، فهسيبهم دول نضاف. بصوا بقى، انا حاطة هنا كمان حاجات كده من نفس القماش بتاع الكوشنات بتاع المخدات. فبصوا مخلي المكان ده نظيف جدا. تخيلي بقى لو انت بتحطي ايدك او ولادك او كده، يبقى المكان ده نظيف. لا، فلازم تحطي حاجة زي اللي انا حطاهم كده، من نفس الكوشن، من نفس قماش الركنة. وانا شلتهم اهوت، هغسلهم، بس ابدا ابدا ما سيبهمش كده، لازم احط عليهم حاجة بقى تحميهم لغاية ما افرش الحاجات بتاعتهم. برضو بقى خد جولة كده في اللي احنا عملناه. تسلم ايده برضو على الحاجات اللي عملها لي دي. قال هعمل لك بقى، هطعم لك المكتبة دي بحاجات حلوة كده. طلبت منه حاجات للسقف. فقال لي هو بصراحة اللي اقترح ان انا يعني يطعم بقى المكتبة مع الحاجات بتاعة السقف دي، عشان يبقوا ماشيين مع بعض. هوريكم السقف دلوقتي وهوريكم المكتبة. بقى شكلها غير خالص خالص، تحس ان هي اضاءتها اختلفت. يعني الجو فيها بقى احسن كده. كان المكان ده بقى هو اداني الحاجات دي، وقال لي يعني المكان ده كان عايز يتلزق، يعني واحدة من فوق كده. بصوا الشكل بقى جميل، وتحس ان الإضاءة فيها يعني بقت لا، حلوة. والمكتبة بقت حلوة. ودول بقى مشيوا مع اللي عملهم لي في السقف. انا حبيت النهاردة كده اخدك جولة كده، ممكن تاخدي فكرة من اللي انا عملته، تنفذي حاجة. شوفي بقى اي حاجه تناسبك من اللي انا صورتها لك النهارده، او اديتك فكره عنها. بصوا بقى، يعني السقف نفس الحاجات اللي في المكتبه دي، فكانوا بصراحه واو، تحفه. يسلم ايد اللي عاملهم بصراحه. شفتوا الجمال؟ انا حبيت بقى يعني اوريكم السقف مع المكتبه، عشان ايه تشوفي بقى يعني عارفين اللي هو يقولك ربط الحاجه ببعضها، او فعلا بقى شكلهم حلو قوي. هنا بقى انا كنت برضو، لو تلاحظوا في الروتينات اللي قبل كده، كنا حاطين اللوحة دي برضو هو اللي عاملها لنا. كنا حاطينها على الترابيزة كده، وما كانتش متعلقة. كنا نفكر نعلقها ازاي. بصراحة فكرته طلعت تحفة جدا. جاب خيط من اللي هو بتاع الصنارة ده، عارفين الخيط الصنارة الجامد اللي هو ما بيبانش. بصوا بقى فكرتها، وده مسمارين صغيرين. البرواز اللي هو حوالين البورسلين ده مش لوح من بتاع اليومين دول، ده بورسلين وملزوق على الحيطة. يعني ده مش لوح رخامي او حاجة من اللي بيتباع كده، لا. فده بورسلين وحواليه متبروز بالخشب ده. بصوا خيط الصنارة مش باين خالص خالص، عشان ما يحفرش في البورسلين ده. فعلقوا في الخشب بمسمارين كده. يلا بقى نشوف روتين النهارده هنعمل ايه. النهارده كان عندنا غسيل قد كده، كل يوم كل يوم نغسل مواعين ونغسل هدوم وننظف كل يوم. ربنا معانا يا رب. النهارده بقى كان عندي غسيل كده كوليكشن، يعني ابيض على ملون على غامق. بصوا انا حبيت يعني افرز معاكم الهدوم كده قبل ما احطها في الغسالة. يعني 3 مجموعات. اعتبروا ايه، يعني انا عامله الحمام ده كانه مثلا اوضه غسيل. هو عندي كانه اوضه غسيل، يعني بغسل فيه. احط لانه حمام مش عليه يعني ما بندخلوش كتير في غيره يعني. فعاملاه اشبه باوضه غسيل.
بعمل بقى ايه لما اجي اغسل، اقرر ان انا احط دور في الغساله، اعمل ثلاث حاجات كده، ثلاث فئات. احط يعني الابيض ده لوحده خالص، وبعدين الاحمر والاسود دول على جنب، وزي ما انتوا شايفين بقى اصفر بيج، يعني جنس فاتح، بامبي. فالالوان الفاتحه اللي ممكن يعني فتحانها ده يبقى مش زاهي معاكي، لا حطيها لوحدها. وفعلا انا بعمل كده على طول، فتلاقي الهدوم ايه يعني البامبي والاصفر دول مزهزهين طول الوقت، لانك مثلا ما غسلتيهمش مع اسود، ما حطيتيهمش كده، فيبقى هدومك مزهزهه طول الوقت. احنا فعلا هدومنا كده، يعني الالوان بتاعتنا الفاتحه طول الوقت يعني زاهيه، عشان احنا بنعمل كده، انا بعمل كده في الغسيل. فلو عجبك بقى الفكرة نفذيها، وهتلاقي هدومك اتغيرت خالص، والوانها ثابتة، وزي ما نقول كده ما بهتتش ولا اي حاجة. فحبيت بقى اعمل معاكم ايه، يعني نوزع الغسيل كده زي ما انا بعمله كل يوم، يعني كل غسلة بعمل كده، وهحط بقى الغسلة اللي فيها زي ما قلت لكم ايه الاصفر والبيج والحاجات دي، لان هي اللي اكتملت معايا فهحطها. ونخلي بقى الاسود والاحمر ده برضو بحطهم في غسله لوحدهم، بس هو لسه ما اكتملش معايا، هرجعهم في الباسكت تاني. شفتوا بقى، شفتوا الدوخه اللي احنا فيها، شفتوا؟ انا عارفه ان كل الستات في كده كل يوم. ربنا يدينا الصحه ونعمل. بصوا يعني منشري اتكسر، ورحت يعني بصوا بقى، يعني انا كنت شاريه المنشر ده ب يعني ب270 تقريبا، مش من فترة طويلة قوي، بس اتكسر يعني. بنتي سندت عليه كده فاتكسر، فرحت اسأل على المنشر لقيته ب600 جنيه. فهجيب، هعمل ايه يعني، هجيب واحد ان شاء الله. بس ده بصوا لما اتكسر حاولت ايه، يعني قلت تعالى يعني هعمل اي حاجة، علقته كده على حرفين البلكونة. وهجيب واحد ان شاء الله ب600 جنيه. جيت بقى، فاكرين الفول اللي احنا بليناه وكده؟ بصي انا عايزه اوريكي حاجه. اوعي الميه اللي انت بله فيها الفول تدمسي فيها. بصوا لون الميه، عايزه اوريها لكم لون الميه عامل ازاي. انت اتخلصي من الميه دي، وهاتي بقى ميه نظيفه اللي تدمسي فيها الفول. بصوا ما شاء الله الفول ابيض كده وجميل. فانا بقى ايه، تخلصت من الميه اللي انا نقعاه فيها، شفتوا صفرها عامل ازاي. وهغسله مره لازم، يتخلص بقى من الريحة اللي مثلا احنا نقعينه مثلا من بالليل، فتخلص من الريحة لو في اي حاجة. فهشطفه مرة بمية بيضة، وبعدين بصوا جبت مية جديدة خالص، ما دمستوش في المية الصفرة بتاعته دي خالص. وانا حبيت اوريكي المية بتاعته عشان تشوفي الفرق. عايزة بقى اقول حاجة. آه انا بشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنت حلو. ما شاء الله، يعني اللي بيكتب لي احنا حبيناكي، انا حبيتكم كلكم واعتبرتكم عيلتي اللي عايزاها. يعني باذن الله تكبر وتكبر اكتر من كده، ويا رب يحببكم فيا وابقى خفيفة كده على قلوب الناس كلها. انا بشكركم من كل قلبي. نرجع بقى لموضوعنا. خلاص دمست الفول بميه نظيفه زي ما قلت لكم. حبيت اوريكي الميه بتاعت اللي منقوح فيها دي، عشان بصي لما تشوفي الميه تقولي لا، يعني مش هعمل كده تاني. وقلت لك بقى يعني اعملي حاجات بسيطه في بيتك، يعني عايزين مثلا تفطروا تلاقي حاجات موجوده عندك، فيبقى بيتك على طول عمران. فحبيت بقى جبت كيلو فول مدشش كده، وبرده بليته وفي الخلاط. ولا تقولي لي مفرمه ولا اي حاجه، بس حطي ميه، ولا هتبوظها منك ابدا ابدا. ميه وكرات وبصل، ونديها في الخلاط كده، ونحط ميه يسهل الخلاط بتاعنا في اللف. الدنيا تبقى سهله خالص. وعندنا بقى نفرز فول في الفريزر، ونفرز طعميه، ويبقى بيتنا بصوا أكلة بسيطة زي ما بيقولوا كده، أكلة هنية تكفي 100. أكلة بسيطة جدا ممكن ناكل ونحمد ربنا والحمد لله. وأنا لما دمست الفول كده وعملت الطعمية، قلت لهم بقى إيه، أنا هعمل لكم بقى الطعمية الصبحة دي، حشيتها حشوة معتبرة كده، وعملت لهم شوية فول وهم صابحين كده، وكلنا وشبعنا والحمد لله. بس انا عملت كل الطعميه في الخلاط زي ما انتوا شفتوا، ما شاء الله يعني جميله. حطيت بقى شويه كمون، شويه شطه، شويه كزبره ناشفه،
حبة حلوين خلوا ريحتها حلوة، وملح. وقلبت وبدأت بقى اعبي في اكياس على قد الاكلة بتاعتنا وادخل الفريزر. خلي بيوتنا عمرانة حتى لو حاجة غليت بقدر المستطاع. يعني هقول لكم ندبر بيوتنا، ويا رب الحاجة ترخص كده وعشان يعني اللي معاه يجيب واللي ما معهوش يقدر يجيب، يا رب اللهم امين يا رب. بس شفتوا الطعمية وجمالها، شفتوا الطعمية وجمالها. انا زي ما اتفقنا بكتب كومنت كده كل فيديو، عايزه بقى صاحبه الكومنت تشوف الفيديو النهارده وتشوف الكومنت بتاعها الحلو قوي اللي كتبتهولي، وتسلموا على كل حاجه حلوه يعني انتوا بتعملوها، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. امين يا رب. بس كده عملت كل الطعميه اللي معايا وخلاص. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسيش تحطي لايك وسبسكرايب عشان عيلتنا تكبر وتكبر ونبقى يعني عيلة كده اكبر واكبر ان شاء الله. اشوفكم على خير، مع السلامة.